بثلاثية زيكو وصلاح وتريزيجيه منتخبنا الله عليه. السلام عليكم أحبائي جماهير الكرة المصرية في كل مكان في أرجاء المعمورة. مليار مبروك للمصريين على هذا الفوز الرائع، الفوز الأول في تاريخ مصر في نهائيات كأس العالم عبر مشاركتها الأربعة سنة 34 وسنة 90 وسنة 2018 ثم 2026. حلاوة هذا الانتصار وعظمته وسبب فرحتنا جميعا ان هو اول فوز لمنتخب مصر عبر 8 مباريات لعبناهم في كأس العالم اللي اقيمت لاول مرة سنة 1930 وسنة 1934 مصر شاركت في تاني نسخة من البطولة، لكن كان النظام فيها خروج المغلوب، ومصر أول مباراة قابلت المجر واتغلبت 4-2، وسجل هدفي مصر نجم مصر في هذا التوقيت عبد الرحمن فوزي. بعد سنوات طويلة جدا سنة 90 منتخبنا بيصعد إلى نهائيات كأس العالم في إيطاليا، وبيلعب 3 ماتشات في دور المجموعات. بيقابل هولندا وبيتعادل معاه 1-1 بضربة جزاء سجلها مجدي عبد الغني وتسبب فيها حسام حسن اللي هو حاليا المدير الفني لمنتخبنا الوطني، ليكون أول لاعب في تاريخ كرة القدم المصرية اللي بيشارك كلاعب وكمدرب في نهائيات كأس العالم. بعد التعادل مع هولندا 1-1 اللي حصل ان احنا اتعادلنا مع ايرلندا 0-0 في المباراة الشهيرة اللي كنا بنضيع فيها وقت، وبوبي شارلتون مدرب ايرلندا خرج زعلان وقال انا لو قابلت المنتخب المصري ده تاني انا مش هلعب كوره بسبب تضييع الوقت، والقصه المعروفه بتاعت شوبير اللي كل شويه كانوا بيرجعوا له الكوره. وكانت المباراه الثالثه امام انجلترا فاتغلبنا 1-0، وايامها كان لها ظروف خاصه، كان هاني رمزي بيلعب ليبرو وكان اصيب وكان بيلعب متحامل على نفسه، وجه الهدف من ضربة رأسية ما قدرش يقفز هاني رمزي للكرة، وبالتالي اتعادلنا ماتشين وخسرنا ماتش، وأول مشاركة خسرنا فيها 4-2. الكاس العالم اللي فاتت اللي شاركنا فيها المرة اللي فاتت النسخة اللي هي كانت 2018 النتائج فيها كانت على ما اتذكر انا بحاول تقريبا اتعادلنا مع اتغلبنا 1-0 من اوروجواي، و1-3 من روسيا، و1-2 من السعودية. 3 هزائم في النسخة اللي شاركنا فيها سنة 2018. سجل الهدفين لمصر أمام روسيا اللي خسرنا فيها 3-1 محمد صلاح، وسجل أمام السعودية وخسرنا فيها 1-2. النهاردة أنت بتلعب سنة 2026 ربنا بيكرمنا وبنتعادل 1-1 مع بلجيكا وكنا أقرب إلى الفوز، وتأتي مباراة نيوزيلندا. يعني في ناس تقول لك احنا يعني نيوزيلندا مش من الفرق المصنفة، تصنيفها 86 واحنا 29. كرة القدم لا تعترف لا بتصنيفات ولا بتعترف بتاريخ ولا بتعترف بأي مقدمات أو معطيات. كرة القدم هي 90 دقيقة داخل البساط الأخضر. لذلك انتصار النهاردة اللي أسعد كل المصريين وأسعد العرب والأفارقة
حلاوته انك لاول مره بتحقق الفوز، ولاول مره بتسجل ثلاثيه في شوط. محمد صلاح كده في هذه البطوله اول مصري، هو وزيكو اول لاعبين مصريين يعملوا اسيست ويسجلوا في نفس المباراه. هدفين ولا اروع، والاروع كان هدف تريزيجيه الثالث، وكان الرابع ممكن يجي عن طريق نجمنا احمد سيد زيزو. لكن في النهايه النتيجه في منتهى الروعه. كده ترتيبنا بقى الاول، لعبنا مباراتين، تعادلنا في مباراه وفزنا في مباراه. لنا 4 أهداف، علينا هدف، لنا 4 نقاط، بنتصدر المجموعة. تأتي خلف مصر يأتي منتخب إيران اللي لعب مباراتين، تعادل 2-2 في أول مباراة، وفي تاني مباراة اتعادل 0-0 مع بلجيكا، وبالتالي لعب مباراتين، تعادل مباراتين، لم يفز ولم يخسر، وله هدفين وعليه هدفين، ويأتي في المركز الثاني. في المركز الثالث بلجيكا، تخيل. لكن مؤكد الوضع مش هيفضل على كده، لأن بلجيكا مؤكد هتفوز على نيوزيلندا. تأتي بلجيكا في المركز الثالث، لعبت مباراتين، تعادلت المباراتين، ما فازتش ولا خسرت، لها هدف وحيد في مصر وعليها هدف وحيد من مصر، والنقاط هدفين، وبالتالي إيران تسبقها بالأهداف. وتتزين المجموعة نيوزيلندا اللي لعبت مباراتين، تعادلت في مباراة 2-2 مع إيران، ثم خسرت أمام مصر بنتيجة 1-3 زي ما شفنا، وبالتالي عندها نقطة واحدة هي في مؤخرة المجموعة. مصر محتاجة ايه في المباراة القادمة؟ مصر محتاجة انها تتعادل، تضمن التأهل لدور ال 32. لو تعادلت فهي وقفت ايران عند ال3 نقاط، وفي نفس الوقت بقى عندها 5 نيوزيلندا مش هتحصلها. بلجيكا مليون في المية هتكسب نيوزيلندا. بلجيكا هيبقى عندها 5 نقاط. لو انت كمنتخب مصر قدرت ان انت تفوز، فتصدرت المجموعة، وتبقى مفاجأة مدوية لمنتخبنا حققها في كاس العالم. إذا تعادلنا فأنت بنوصل للنقطة 5، وبلجيكا المتوقع فوزها على نيوزيلندا، فبتصل أيضا إلى النقطة رقم 5. وهنا الأهداف هتلعب دورها في تحديد أول وثاني المجموعة، على أساس أن مصر وبلجيكا المقابلة اللي كانت بينهم انتهت بالتعادل. الله لا يقدر ولا يكون لو خسرنا من إيران، يبقى دخلنا في متاهة وفي حسبة بيرما، وهنبدأ بقى ندور على نتيجة بلجيكا مع نيوزيلندا. هنتمنى ان بلجيكا تتعادل او حتى تخسر، وكمان لو ده ما حصلش يبقى احنا هنأمل في ان احنا نطلع توالد. ده مجرد الافتراض، انا بديك كل الاحتمالات، لكن ان شاء الله باذن الله نكسب ايران ونتأهل اول المجموعة، لتحقق مصر النتيجة التي تسعد كل المصريين وترفع راسنا في هذا المحفل العالمي. ألف 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 مليار مبروك لشعب مصر وإفريقيا والوطن العربي هذا الفوز الرائع. وإن شاء الله نلتقي بعد مباراة إيران إن شاء الله.